لو عندكم لفة جلاش متقطعة تعالي وانا اقولك هنعمل بيها ايه. هتعملي احلى صينية جلاش خطيرة بالجبن، تنفع للعشاء وغدا مستعجلين بقى وعايزين نعمل حاجة طعمها كمان حلو، يبقى عليكي بلفة الجلاش الخطيرة دي. ولو اول مرة بتشوفيني انا مطبخ يسر، اعملي لايك واعملي شير ويلا بينا نشوف الوصفة. اول حاجة هنا كده معايا نص لفة الجلاش، هبتدي اقطعها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده احطها كده في طبق. وبعد ما حطيتها في الطبق هبتدي كده افكها من بعضها. وبعد كده هنجهز بقى مع بعض التشريبة. معايا 2 بيضة، ومعايا كوب من الحليب او اللبن، ومعانا ربع كوب من السمنة على زبدة، ومعايا هنا كمان هنرش رشة كده من الفلفل الاسود ورشة من الملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا. وبعد كده هجيب بقى صينيه ودهناها هنا كده بالسمنه، وهحط نص الكميه بتاعه الجلاش في ارضيه الصينيه كده زي ما انتوا شايفين، واسويها كويس. بس يعني ما نحاولش ان احنا نكبسها قوي، يا دوب بس كده ان احنا بنساوي. وبعد كده هاخد بقى من التشريبه نص كميه التشريبه، اقلبها كده الاول وانزل عليها على الجلاش كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ابتدي بقى ان انا اسويه، واحاول كده الاماكن اللي انا ما حطيتش فيها كده اسويها بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده ابتدي احط بقى حشوه الجبن زي ما انتوا شايفين اهي واسويها. وبعد كده ضفت هنا جبنه موتزاريلا، حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه براحتك. وبعد كده احط بقى نص كميه الجلاش التانية كده من على الوش، وبرده تسويها كويس. وبرده ما تكبسيش قوي في الصينيه، يا دوب بس تساوي. واحط بقى باقي التشريبه كده عليها على الوش من فوق، وبرده اسويه. وتحاولي ان يبقى يعني الجلاش برده فيه ايه من التشريبه دي في كل الصينيه. هبتدي برده احط كده على وشها من فوق جبنه موتزاريلا. هنا انا كان في الفلفل الاسود كده مكتل فشلتها. كده حطينا خلاص الجبنه الموتزاريلا من على الوش. هتكوني مسخنه الفرن من قبليها كده ب10 دقايق وعلى درجه حراره عاليه، وتحطيه في الرف اللي في النص. واول ما تلاقي الجوانب كده تبتدي تحمر تطفي وتشغلي الشوايه، وهتطلع معاكي بالجمال ده. بصوا بقى حلاوه صينيه الجلاش بالجبن. انا بصراحه يعني استعجلت عليها وكانت سخنه قوي، ما استنيتش لحد ما بردت معايا. حتى انتوا هتشوفوا كده البخار كده هو طالع منها. بصوا الجمال بتاعها، خطيرة في منتهى الجمال. لازم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بصي كده من جوه جمالها عاملة ازاي، وبصي واخدة اللون من تحت عامل ازاي برضو بتاعها كده. يا رب النهاردة بقى يكون كده الفيديو عجبكم، ولو عجبكم قولوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها. واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. مع السلامة.